الهدف الوحيد في المباراه اللي شهدت ايضا طرد اللاعب جولي. هذه كره مقطوعه، انطلاقه محاوله من جانب اللاعب نيمار واستلام على طول سواريز، ممكن هدف اول. جول جول اول للنجم لويس سواريز، سجل في مره بالباو، سجل 5 اهداف في كاس العالم للانديه، هاتريك في بوانزو، هدفين في ريفر بليت، 19 هدف في الليجا، 5 اهداف في الشامبيونز ليج، والمزيد ياتي من هذه الهجمه اللي اتعاملت بشكل رائع جدا، وانطلاقه لويس سواريز وانفراد من خلال ادي الضغط، قطعت الكره من اندري جوميز. ادي نيمار، بقول لحضراتكم نركز قوي في المباراه، نيمار وادي الاستلام على طول لويس سواريز، الزاويه صعبه لكن ما فيش حاجه صعبه على الهداف. نيمار قطع، شوف السرعه هنا، السرعه يعمل جاري ليفل، حشد دفاعي، تكتل دفاعي، لكن الام اس ان لديهم الحلول هذه المره من نيمار الى النجم سواريز، وسواريز لا يتوانى في هذه اللقطه، في هذه اللحظه. هذا النجم جالاتا سراي، وبعدها مع اتلتيكو مدريد بقى في خلال مشوار كان ناجح جدا مع اتلتيكو مدريد. وادي امامنا هنا هدف جديد والبارسا حديد، هدف جديد والبارسا حديد، الكرة من نيمار إلى سواريز. هنا في هذه اللقطات الحيرة والدهشة على دفاع فالنسيا والمتعة لمشاهدينا ومتابعينا، وسواريز يسجل بعد هدفه اللي كان في الدقيقة 7، هو بيسجل في الدقيقة 12. لكن ايه السرعة، ايه المتعة، ايه التحرك، جاري نيفل، استراتيجية حتى الآن تبدو فاشلة 100%. وادي أمامنا هو الاستلام، بص نيمار يهرب ازاي، وادي أمامنا الكرة ملعوبة، والتحرك المرة دي واللمسة اللي كانت من جانب اللاعب فيدال هو اللي صنع المرة دي. بقول لحضراتكم انسجم سريعا اللاعب فيدال اهي القادم من صفوف فريق نادي اشبيليا، واللي كان مجمد بعد طبعا يعني العقوبات اللي كانت على البارسا. بص شوف اللمسة يا ولد، وهنا بقى التمركز الرائع، وبباطن القدم، بباطن القدم هدف جميل آخر من جانب لويس سواريز، وحاولة يائسة من الحارس ماتي رايان أمامنا في نفسه دائما في وضع الريادة والمقدمة. ودي هدف جديد وميسي يسجل، البارسا حديد لأن ميسي موجود. ادي أمامنا سواريز هدفين في الدقيقة 7 والدقيقة 12، وميسي يسجل في هذه اللقطة وفي هذه اللحظة بعدما توغل 3 أهدافه في مسابقة الكأس بعد ما سجل في اسبانيولا في مرمى بلباو. يسجل النهارده الهداف هو منير الحدادي 5 أهداف. ودي أمامنا هنا التقدم، بص تراقب مين ولا مين ولا مين، وضعوا لاعبي فالنسيا في حيرة ما بعدها حيرة. ادي التحركات، شوف انيستا يرسم الهجمة رسم، ونيمار استلم وعلى المغمض سواريز يفوت، وميسي يا خبر ابيض، ده هدف ايه، ده هدف يتدرس. شوف هنا بقى اللي معاك كوره كانك بتتفرج على يعني لحن موسيقي، يعني كانهم ماشيين على النوتة الموسيقيه. ادي امامنا هنا العزف المنفرد، كل واحد بيأدي مهارته. ادي انيستا الرسام يرسم، وادي امامنا هنا سواريز يفوت، وادي ميسي على طول يريح الكرة بشماله ويضع الهدف اللي بيأتي في الدقيقة 29 عشان تبقى النتيجة بقى تصعب الامور وتتحسم تقريبا المهمة في هذه المباراة. وفي مباراة العودة المهمة تبقى صعبة في اوروبا 2004، مباراة افتتاح ما بين اسبانيا وروسيا. ادي امامنا بنتابع فرصة ميسي والهدف الجديد، الهدف الجديد هنا في هذه الليلة وهذه الأمسية. الفريق الكتالوني يعزف يعني أعزب الألحان، وهدف يأتي في الدقيقة 58 عن طريق ميسي ليرتفع رصيد أهداف الام اس ان إلى 77 هدف من خلال بقى 102 هدف إجمالي الأهداف. وميسي النهاردة بيسجل في هذه المباراة هدفه الثاني والهدف الرابع، هدفين سواريز هدفين ميسي، لكن بعد سلسلة من التمريرات الخطيرة اللي بقى يعني طبعا مع النقص العددي. ادي كورة على طول فيدال، شوف بقى الكعب الجميل، اسيست الجميل، وميسي وقع 2 جاية وسانتوس، والحيلة غير موجودة. بص اللمسة يا ولد يا ولد على سواريز، لويس سواريز يهدي ميسي باقتدار الهدف الثاني لميسي في هذه الأمسية والرابع للبارسا. والتلاعب يعني مشاعر واحاسيس وامكانيات لاعبي نادي فالنسيا مع الكره من باراجان. على طول لمسه، على طول انطلاقه، نيمار وسواريز وميسي وسانتوس في مواجهه. وادي امامنا هنا سواريز عايز يعديها ولكن كره تصل، ميسي يضغط مره ثانيه، ميسي يسجل. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ميسي،
ميسي هنا يضغط، ميسي يسجل، ميسي يمتع، ميسي يبدع، وميسي دائما هو الحل، لان المهارة بلا حدود، مهارة بلا حدود. احسن لاعب في العالم 5 مرات، اخرها في عام 2015. وامامنا هنا هاتريك لميسي في هذه اللحظات، بيسجله بعد ما ضغط وقطع وسجل باقتدار في الدقيقة 74 الهدف الخامس في المباراة والثالث ليه. ادي الضغط، شوف ضغط على باريخو، والضغط فين؟ داخل منطقة الجزاء. جديد ان شاء الله شوف في يوم الخميس اللي ظهرت الساعات الاولى من يوم الخميس، هنشوف بقى مباراة فريق اشبيليا مع سيلتا. 6 وامامنا اهو الكوره والمتعه وسداسيه، وامامنا اهو مفيش حد احسن من حد. هاتريك لميسي، هاتريك لسواريز، والمتعه مستمره في هذه المباراه. هاتريك وهاتريك. سواريز في الدقيقه 7 والدقيقه 12، ثم امامنا اهو في الدقيقه 83 وسواريز يصبح عنده 4 أهداف في مسابقة الكأس، وميسي بقى 5، بقى زي منير. يعني بعد هذه الأهداف النهاردة، هذه الأهداف تتوالى والمتعة تستمر. 3 في الشوط الأول، سواريز هدفين وميسي هدف. الشوط الثاني ميسي هدفين وسواريز بقى التنويع، المرة دي بضربة رأس. شوف أمامنا الكورة العرضية معمولة حلوة قوي الحقيقة من أدريانو، والرأسية من جانب لويس سواريز. يا ولد يا ولد يا ولد، متعة كبيرة وأداء رائع. وأمام توقف. الشوط الأول كان مثير وأداء كبير، لكن أداء صعب. السابع يأتي هنا، والهدف الرابع لسواريز يبقى سوبر هاتريك للنجم الكبير لويس سواريز، يزيد من جراح في هذه المباراة. إهانة كبيرة لفالنسيا. شوط أول ممتع، الشوط الأول كان فيه الأداء، الشوط الثاني بقى فيه الأهداف والانهيار التام. سواريز سجل الهدف الرابع لي في هذه الليلة في الدقيقة 7 والدقيقة 12 والدقيقة 83 والدقيقة 87. البارسا من كل الطرق، في العمق، من الطرف، من القلب، في القائم، في العارضة، وركلة جزاء ضائعة، وأداء ضائع من جانب فالنسيا. أدي أمامنا لويس سواريز أحسن رأس حربة بدون منازع، هذا النجم الكبير.